في مشهد طال انتظاره لأكثر من عقد، فتحت دمشق أبواب واحدة من أكثر المحاكمات حساسية في تاريخ سوريا الحديث، حين وقف عاطف نجيب داخل قفص الاتهام وجها لوجه أمام أهالي الضحايا الذين حملوا معهم ذاكرة الألم من سنوات القمع الأولى. وبين جدران القصر العدلي لم تكن الجلسة مجرد إجراء قانوني، بل لحظة رمزية بدت كأنها بداية حساب طال تأجيله. قرر قاضي محكمة الجنايات في دمشق تأجيل جلسة محاكمة نجيب الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا إلى 10 من مايو أيار المقبل ضمن أولى قضايا مسار العدالة الانتقالية في البلاد. وجاء القرار بعد جلسة شملت متهما موقوفا وآخرين فارين وسط اهتمام واسع محليا ودوليا. ومنذ ساعات الصباح الأولى فرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول القصر العدلي، حيث انتشرت قوات الأمن وأقيمت الحواجز في الطرق المؤدية إلى المحكمة، بينما خضع الداخلون لتفتيش دقيق استغرق وقتا طويلا. وفي تلك الأثناء وصل نجيب داخل سيارة مخصصة لنقل الموقوفين مرتديا زي السجن المخطط، قبل أن ينقل إلى داخل المبنى لاستكمال إجراءات الجلسة. وتحمل هذه المحاكمة دلالة خاصة، إذ تعد الأولى من نوعها لمسؤول بارز من نظام بشار الأسد الذي تمت المناداة عليه غيابيا خلال الجلسة إلى جانب شقيقه ماهر الأسد باعتبارهما متهمين في القضية. ويعرف نجيب بكونه أحد أقرباء بشار الأسد، وقد شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، المدينة التي شهدت انطلاق الاحتجاجات الشعبية عام 2011، وتتهمه جهات عدة بالمسؤولية عن حملة اعتقالات واسعة وأعمال قمع عنيفة استهدفت المتظاهرين في المراحل الأولى من الثورة السورية. وفي المقاعد الخلفية لقاعة المحكمة جلس عدد من أهالي الضحايا الذين قدموا من درعا ومحافظات أخرى، بعضهم بصفة أولياء دم، يراقبون المشهد بعيون تختلط فيها المرارة بالترقب. وطلب عدد منهم بتحقيق العدالة وإنزال أقصى العقوبات، معتبرين أن هذه اللحظة قد تكون بداية إنصاف انتظرته عائلات كثيرة لسنوات طويلة.